ازيك يا صديقي؟ قبل ما نبدأ فيلم الجامد ده احب اقولك ان التعليق مهم جدا جدا وكمان اللايك، وكمان ما تنساش تشترك في القناة لو انت لسه جديد معايا. يلا يا اخواتي، كل الدعم للقناة باشتراك ولايك وكومنت حلو. يلا بينا. بيبدأ الفيلم مع لورينزو وبيكون مقامر من رجال جينو، وبيتفوق على جينو اثناء ما هما بيتقامروا، وجينو مش بيكون مبسوط بالهزيمة، فبيقرر انه يقتل لورينزو، ولورينزو بيقرر انه يهرب من البلد. وفي الوقت ده بنتعرف على بيا أميرة البلاد، وبيكون أبوها وأمها ماتوا بسبب الطاعون، وبنشوف رجال جينو هما بيطاردوا لورينزو، وبيكون لورينزو متخبي فوق الشجرة وبيقع منها وبيسقط وبيفقد الوعي، وبتلاقيه مجموعة من الراهبات وبياخدوه للكنيسة بتاعتهم، وبيكونوا الراهبات معجبين بيه قوي، وبتيجي كبيرة الراهبات وبتسأل مين ده، بيقولولها إن احنا لقيناها في الطريق. وبتروح الأميرة بيا للكنيسة، وبتشوف لورينزو وبتقول للراهبات مين ده، وقالوا لها إن هو ده الجناين الجديد اللي في الكنيسة. وبيكون لورينزو عامل نفسه أخرس، وبتكون الأميرة بيا في واحد قريبها رخم أوي عايز يتجوزها غصب عنها، وده بسبب كان ليه فلوس كتير جدا عند بابا قبل ما يموت، والواد يعني ما كانش ملاحق الراهبات كلهم كانوا عايزين يعملوا معاه حاجات كده كده. ودخلت الأميرة بيا على لورينزو من غير ما توريله وشها، وهي كمان عملت معاه حاجة كده كده، وبيهرب لورينزو من الكنيسة وبيقابل بيا في المدينة. بيقول لورينزو لبيا خديني معاكي، ما عنديش مكان أبات فيه، فبتوافق الأميرة بيا، وبيوصل بيا ولورينزو للقصر، وبيعترف لورينزو لبيا بحبه ليها، وبتخبي بيا على لورينزو ان هي قابلته قبل كده في الكنيسة لما كانت مغمضة عينيه. وبيوصل قريب بيا وبيتضايق جدا لما بيشوف لورينزو، وبيكون خلاص قرب يموته، وبيحبس لورينزو في السجن. وبتقول بيا لقريبها انه لو اتأطلق سراح بنزو هتتجوزه، وبيا بتقول لورينزو ان هو لازم يسيب المدينة ويروح يدور له على حب تاني. وفعلا بيهرب لورينزو من المدينة، وبيبدأ الكاهن حفل زفاف بيا وقريبها، وبنشوف زيليسكي وهو راجع تاني علشان يرجع لبيا، بيقولوا انه هيتجوزها ومش هيتجوز حد غيرها مهما حصل. ولورينزو بيفضل يضرب في الرجالة في القصر، ولورينزو بيقاتل من اجل ان هو يكسب الاميرة بيا، واخيرا بيقتل الواد الرخم قريب بيا، وبتجري بيا عشان تقابل حبيبها. ولورينزو بيقول لبيا ان هو مستحيل يسيبها مهما كانت تمن، وانه لازم يتجوزها حالا، والاتنين بيحبوا بعض خالص. وخلينا احنا كده نتفرج وخلاص، نتقابل في الفيلم الجاي. شكرا لك يا صديقي.